السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكل مشاهدينا على قناة باختصار نيوز. الليلة كانت نار في ملعب الأول بارك. كريستيانو رونالدو قرر ياخد بإيده نادي النصر للفوز، وسجل هدفين في مرمى الفيحاء، واحد في الدقيقة 37 بتسديدة جميلة من جوه ال 18، والتاني في الوقت بدل الضايع زائد 90 من ضربة جزاء لما كانت النتيجة 1-1 قلبها ل1-2 وضمن الفوز للعالمي. بس بصراحة الجون مش هو اللي خطف الأنظار، اللي خطفها كان الاحتفال، احتفال غير متوقع بالمرة. رونالدو بعد ما سجل هدف الفوز لبس العقال السعودي وبدأ يعمل رقصة العارضة وسط فرحة جماهير النصر اللي كانت مش مصدقة اللي بتشوفه. لقطة قلبت السوشيال ميديا في ثواني، والناس فضلت تتكلم عنها طول الليل. تعليقات من كل مكان بتمدح في رونالدو وبتقول إنه مش بس نجم عالمي، ده كمان بيعرف إزاي يحترم ثقافة البلد اللي بيلعب فيها وعايش معاهم كل لحظة بحب وتفاعل. الأسطورة عنده 40 سنة ولسه بيكسر الدنيا جوا الملعب وبرا الملعب، ومين عارف يمكن الاحتفال جاي يكون مفاجأة أكبر.